رافينيا يوجه رسالة إلى فينيسيوس جونيور بعد أزمته الأخيرة. إذا كنت تستمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بنا وتريد متابعة آخر الأخبار والتحديثات، فلا تنسى النقر على زر الاشتراك وتنشيط زر التنبيهات. بذلك، ستكون أول من يعلم عندما ننشر محتوى جديدا مثيرا للاهتمام. نحن نقدر دعمك وملاحظاتك، لذا لا تتردد في ترك تعليق أو مشاركة رأيك معنا. شكرا لك على مشاهدتك ونأمل أن تستمتع بالفيديو. وجه البرازيلي رافينيا، جناح نادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعد أزمته الأخيرة والهتافات العنصرية من جماهير فالنسيا. وخسر برشلونة بالأمس ب3 أهداف مقابل هدف وحيد أمام بلد الوليد ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإسباني، بعدما حسم البلوغرانا البطولة رسمياً. وبدأ رافينيا اللقاء أساسياً لكنه لم ينجح في التسجيل، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 63، ودخل بدلاً منه توريس، ليوجه البرازيلي رسالته أثناء التبديل. وقال رافينيا بعد اللقاء: كنت أرغب في التسجيل لأظهر القميص، ثم فعلت ذلك خلال التبديل. بعض اللاعبين يتعرضون للاضطهاد أكثر من غيرهم، لكن هذا يجب أن يتغير. وكان رافينيا قد كتب على قميصه: ستظل هناك حرب إلى أن يصبح لون بشرة الإنسان بنفس أهمية لون عين الإنسان. وشهدت الأيام الماضية مناقشات عديدة حول قوانين وعقوبات العنصرية، بعدما تلقى فينيسيوس جونيور البطاقة الحمراء ضد فالنسيا لأنه اعترض بشدة بسبب الهتافات ضده. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجاباً وتعليقاً لمساعدة القناة. شكراً لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.